في راديو زمان كل اللي فات حيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. من الحياة. من الحياة برنامج يقدمه ويخرجه لكم يوسف حجازي. رفعت رفعت، ايه يا عظيمة يا حبيبتي؟ اسمع ايه؟ لحن جديد لعبته في حفلة امبارح وناوي العبه الليلة. يا ستي انا ماليش في البيانو. ازاي؟ رفعت ابن قاسم باشا ابن. مستعجل يا عظيمة مستعجل. اخصى عليك، انت ما بتحبش لعبي على البيانو؟ بصراحة ايوه. غريبة قوي، مع ان الشبان كلهم في اي سهرة احضرها يتمنوا اني اسمعهم حاجة. الكرافتة الحمراء فين؟ كانت في ايدي دلوقتي، راحت فين؟ راحت فين يا عظيمة؟ ما هي في ايدك يا سي رفعت، انت ايه مش دريان بروحك ولا ايه؟ ما قلتلك مستعجل. ها، هتسهر كتير الليلة؟ حسب الظروف. وانتي؟ برضه على حسب الظروف. استنى هنزل معاك. لا يا ستي ما عنديش وقت. باي باي. باي باي ريري. عبدو، عم عبدو. افندم يا ست هاني. اقفل البيانو وانزل خلي السواق يجهز عربيتي بسرعة. حاضر. ماما. ايوه يا عصام. انت خارجة؟ في حاجة؟ رايحة فين يا ماما؟ ايه بتقول ايه؟ ماما انت كل ليلة بتسهري بره. بابا بيخرج يسهر بره وانت بتعملي زيه تمام. وبعدين؟ ما تخرجيش كده. ليه ما تقعديش في بيتك؟ عشان ايه تسهري كل ليلة بره البيت؟ عصام مفيش خروج. والله عال كبرت وبقيت راجل. لا لسه بدري عليك. يلا امشي روح شوف مذاكرتك يلا. العربية جاهزة يا ست هاني. يا بسرعة كده يا عبدو، دي همة غريبة، مش عادتك تخلص حاجة بسرعة. ما انا لقيت العربية جاهزة، بتوع الجراج عرفوا ميعاد خروجي. طيب بونسوار يا عبدو. مع السلامة. ماما انا قلت لك ادخل شوف مذاكرتك. كفاية شرب يا زكي، ما تطوحش رفعت. كاس واحد كمان يا ناني، مش كده يا رفعت؟ كاس واحد ايه؟ قول 10 20. واحنا ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ ورانا شغل مهم، نلعب كام دور بكرات. الليلة فيه برتيتة جامدة قوي، واللعب جوه حامي على الآخر. ها قوم جرب حظك يا رفعت يلا. يجرب؟ طول عمره حظه ضارب. من يوم ما قريت على زكي والنحس لازق فيه. امبارح خسرت 20 جنيه. اول خسرت مش فاكر كام. لا يا رفعت، قبل كده يا مكسب. يا شيخة طز في مكسب الكوتشينة مفيهوش بركة. انما برضه يفرق. يلا بينا نلعب شوية كده. يلا مفيش مانع، يلا بينا. انا هاخد الازازة معايا. الويسكي جوه كتير كده. يا سلام عليك يا ناني، سهراتك طول عمرها تجنن، حلوة زي. هلو بونسوار يا جماعة. أهلا. مين عظيمة؟ ايوه يا رفعت. انت هنا من بدري؟ ايوه، غريبة ان احنا نتقابل في سهرة واحدة. فعلا، لكن على كل حال فرصة سعيدة. اصلنا بقالنا كتير يا نني ما بنتقابلش في سهرة واحدة انا ورفعت. فعلا هو كده، انا ليا مجتمع وانا ليا مجتمع. انتي بقيتي من أشهر نجوم الصالونات يا عظيمة هانم. انا طول عمري كده يا حبيبتي. ايوه طول عمرها كده، وانا كمان طول عمري كده. بس يلا يا جماعة، اللعب حامي جدا. ايوه يا زكي، تعال اقدمك لمراتي يا عظيمة هاني. اهلا وسهلا. لا ما تتعبش نفسك في التقديم يا رفعت، احنا عارفين بعض من قبل كده. فعلا احنا اتقابلنا مرة في صالون ريري هانم، ومرة فين ايوه هفتكر حالا اهو. ما تعدش يا زكي بيه، احنا اتقابلنا كتير. ما هو المثل بيقول اللي يعيش ما يشوف، واللي يسهر يشوفك. انتوا هتلعبوا ولا ناويين تضيعوا الليلة أونطة؟ لا نلعب طبعا. طب يلا يلا يا يلا يا عم.
سي عصام، ايوه. تحب اعمل لك شاي عشان تعرف تذاكر؟ لا، متشكر يا عم عبده. الله، مالك بس؟ مفيش زمان يا راديو. انت بتعيط؟ مم؟ بتعيط ليه؟ في حاجة تعباك؟ لا. اسمع كلامي، الدنيا ما تسواش انك تزعل روحك بالشكل ده. قلت لك انا مش زعلان يا عم عبده. يا سلام، والدموع اللي مالي عينيك دي، انت لا سمح الله سقطت في الكلية؟ معلش، هي كلية الهندسة صعب شوية. يا ريت، يا ريت كانت مأساتي في الكلية ولا في أي مكان بعيد عن البيت، كانت تهون. يبقى زعلان من البيت؟ أيوة يا عم عبده. لا لا، مالكش حق. هي السرايا العظيمة دي في حاجة تزعل؟ الأكل كتير والشرب كتير والخير كتير وآخر عز. كل ده ملوش أي أهمية. يا سلام، أما الواحد سفراجي غلبان زي حالاتي يعمل إيه؟ احمد ربنا يا سي عصام، ده أنت عايش في جنة. متهيألك أنا عايش في نار يا عم عبده. يا شيخ ما تقولش كده، ده أنت عايش وسط أهلك. أنت مش عارف حاجة يا عم عبده، مش عارف حاجة. ده أنا عايش هنا لوحدي، بعيد عن بيتي وولادي وأهلي. هم قاعدين هناك في النوبة وأنا هنا، وكل سنة ولا 2 أسافر أشوفهم يومين وأرجع تاني. أيوة، بس أنت راضي عن أهلك وهم راضيين عنك، متفقين منسجمين، لكن أنا غير كده خالص. أنت مش راضي عن أهلك؟ لا. بتقول لا؟ أيوة. لا لا، عيب الكلام ده يطلع من واحد متعلم زيك. أهو التعليم خلاني أحس بالمأساة. مأساة؟ مأساة إيه؟ هقول لك إيه بس يا عم عبده، أرجوك تسيبني دلوقتي، سيبني في حالي، سيبني في عذابي، سيبني. لا، ده أنت يظهر مزاجك متعكر خالص. أنا هروح أجيب لك كوباية ليمون تروق دمك حالا حالا، بس إيه؟ هقول له إيه؟ أقول له إن بابا وماما سر عذابي، أقول له إن سهرهم بره البيت كل ليلة لنص الليل سبب حزني، أقول له إنهم مش حاسين بيا ولا بمعنى العيلة ولا بمعنى المجتمع ولا بأي حاجة. نجوى، يا انسه نجوى. ايوه يا عزت، في حاجه؟ خدمه صغيره. ها؟ انت حضرتي المحاضره الاولى النهارده؟ طبعا. ممكن انقلها منك؟ اصلي ما قدرتش احضرها. حاضر، بس بكره. اشمعنى بكره يعني؟ مش ممكن النهارده؟ انت عارفه كليه الهندسه دي دروسها كتير والتاجيل يودي في توكل. ايوه، اصل عصام خد كشكول المحاضرات عشان ينقلها النهارده. ليه، هو راخر ما حضرش؟ غريبه، مش عادته. لا حضر، بس كان متضايق شويه وما قدرش يكتب. انا مش فاهم اللي زي عصام ده يتضايق من ايه؟ ده لازم يكون في منتهى السعاده والفرح. اشمعنى يعني؟ هو مش بني ادم وله مشاعر؟ يزعل من ايه بس؟ ده من عيله غنيه جدا. الحكايه مش غنى وفقر يا سعيد. اهو سي عصام جه، جبنا سيره القط جه ينط. ايوه يا سي عصام، مالك؟ مفيش حاجة. ما جيتيش ليه يا نجوى في البوفيه؟ قعدت استناكي هناك. متاسفه يا عصام، عايزه وقف يتكلم معايا وعطلني. مالك يا عصام؟ شايفك كده زعلان. لا مش زعلان، بس كده مزاجي مش رايق النهارده. لا، النهارده ده ايه؟ ده انت من يوم ما عرفناك في الكليه وانت اكتر ايامك حزين وغاوي عزله. والله حظي كده بقى، ظروفي. ظروف ايه؟ هو في حد زيك؟ يا عم اضحك وفرفش. يا ريت اقدر اضحك وافرفش. لا يا عصام لا، ده انت تقدر تضحك، ما تقدرش ليه؟ يا ريت عندنا ربع اللي عندك، اخر عز. متهيألك. مش عاوز سواق والنبي ولا سكرتير. وبعدين معاك بقى يا عزت. انا بتكلم جد والله، ضروري عيله عصام بيشغلوا ناس زي حالاتنا، عيله غنيه. انت فاهم الدنيا غلط يا عزت. ازاي بقى؟ والله انت مش هتقدر تفهم قصدي. نجوى هي الوحيده اللي فهماني. عاوز ايه يا عم عبده؟ انت ما رحتش النهارده الكليه ليه يا سي عصام؟ والله تعبان شويه. طيب وامبارح؟ برضه كنت تعبان. وبعدين بقى في التعب ده، دي اخر سنه ليك في كليه الهندسه، وبعد كده هتبقى مهندس قد الدنيا، يعني لازم تشد حيلك. حاضر يا عم عبده، حاضر. كتر خيرك. انا ما سمعتش الكلام ده لا من ماما ولا من بابا. مش حاسين بيا، غرقانين في مجتمعاتهم وسهراتهم
وفاكرين ان عيل طفل حته موبيليا. بالعكس، دول بيدلعوك وما يحبوش يقولوا لك كلمه تاخد على خاطرك منها. لا يا عم عبده ابدا، الحكايه مش كده. على كل حال وبصراحه كده ما تشغلش نفسك الا بمذاكرتك ومستقبلك. اديني بحاول اهو. انا صحيح حته سفراجي في البيت، لكن ما تنساش ان انا مربيك يا سي عصام وقلبي عليك. نفسي اشوفك مهندس كبير، بس على شرط. ايه هو الشرط يا عم عبده؟ تشتغل في بلدنا في السد العالي. يا ريت، ده كل املي، كل املي ان ابعد عن الماضي الفاسد اللي ما قدرتش اصلحه، واعيش في المستقبل هناك في بلدك يا عم عبده، في السد العظيم. دوري هناك. بس هتستحمل شمس اسوان وزمتة الجبل؟ حتى انت كمان يا عم عبده بتعايرني عشان جسمي ضعيف. مش ذنبي ده، دي غلطة اللي سابوني للدادات. لكن انا مش ضعيف يا عم عبده، انا قوي بإرادتي وبأملي، قوي جدا جدا. كده يبقى لازم تذاكر جد وسيبك بقى من الحزن والزعل. على فكرة، خد اقرا اللي مكتوب في الجورنال النهارده عن السد العالي. خد. انت عاوز تعرف ايه اللي مكتوب؟ عرفته وقريته. ايوه صحيح، ما انت اتعلمت القرايه والكتابه اخيرا اهو. يوه، ده انا اتعلمت حاجات كتيره ولسه. اصلي بستعد. بتستعد؟ تستعد لايه يا عم عبده؟ بعدين اقول لك لما تاخد شهاده الهندسه. يا ترى مين ده؟ لازم حد عاوز الست ولا الاستاذ. تلاقيه مش عارف انهم بيناموا للساعه 12 علشان بيسهروا كل يوم للصبح. الو، الست لسه نايمه والاستاذ كمان نايم. ايه؟ عاوزه المهندس عصام؟ حاضر. مين اللي عاوزني يا عم عبده؟ مين؟ هات سماعه التليفون. خد. الو، مين؟ نجوى؟ اهلا نجوى، اهلا. ايه بتقولي ايه؟ ما رحتش الكليه عشان كنت تعبان شويه. مش سامع، انت بتتكلمي منين؟ الشارع؟ طيب اسمعي يا نجوى، انا عاوز اقابلك. فين؟ في الكليه. طيب حالا هكون هناك. مع السلامه نجوى. الست نجوى دي بنت حلال. انت تعرفها يا عم عبده؟ طبعا. اولا لانها زميلتك، وثانيا كمان لانها بنت راجل فقير زي حالاتنا. لسطى عبد السلام الكهربائي بتاع الحته. انت تعرف ابوها كمان؟ عز المعرفه. ما تعرفش انه دلوقتي بيشتغل في مصنع في اسيوط؟ عرفت امبارح بس. وسايب عيلته هنا. معلش، لقمه العيش تحب الخفيه والعرق، وعندك مرات وبنت نجوى زي الرجاله. الله الله الله، انت خدتني في الكلام ولا ايه يا عم عبده؟ اما الحق اروح الكليه بسرعه. ها، السلام عليكم يا عم عبده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا راديو. انت النهارده احسن من كل يوم يا عصام. البركه فيك يا نجوى. ها؟ وفي عم عبده. تعرفي الراجل ده غريب. ليه؟ اول ما اشتغل عندنا كان مستسلم لدرجه الذله، لكن دلوقتي اتغير خالص خالص، وانا كمان اتغيرت. مش كده يا نجوى؟ افتكر كده. نجوى، ها؟ انا عاوز اقول لك حاجه. خير يا عصام؟ انت الانسانه اللي حكيت لك كل الامي وكل ظروفي، واللي حسيت انها تقدر تقدر الظروف دي والمتاعب، ونفسي تكملي جميلك وتساعديني. انا تحت امرك يا عصام. نجوى، انا مش قادر اذاكر في بيتنا. السرايا اللي كل الناس فاهمين انها جنه بحس انها جهنم. نجوى، ممكن اذاكر معاكي في بيتكم؟ ايوه، بس يعني هترفضي يبقى مفيش امل في نجاحي. مش قصدي كده يا حسام، عاوزه بس افهمك. انت عارف ان احنا ساكنين في حاره جوه حاره. وايه يعني؟ وفي بيت قديم وشقه صغيره. الشقه الصغيره دي احسن من السرايا بتاعت بابا اللي اتبنت بعرق الغير. وعفشنا يعني قصدي اقول قديم العفش ده اريح من الموبيليا الفخره اللي انا عايش فيها. متهيألي مش هترتاح، مش هتعرف ترتاح في شقتنا. احنا ناس فقراء يا عصام. لكن شرفة. وكمان طيب تسمح لي اخد رأي ماما؟ تفتكري مامتك هتوافق؟ ماما متعلمة شوية ويمكن اقدر اقنعها. ها، قلتي ايه يا ماما؟ بس يا نجوى يا بنتي، الناس يقولوا ايه اما يجي شاب يذاكر معاكي هنا؟ ما انت يا ماما واخواتي معانا، وفي زميلة كمان هتذاكر معانا، وانتي عارفاني، وعصام شاب اخلاقه كويسة جدا. ده ابن زواتي يا بنتي، واحنا ناس على قد الحال.
عصام مش زي ولاد الزوات التانيين المدلعين. انا فهمتك يا ماما كل ظروفه. خلاص يا نجوى، اللي تشوفيه يا بنتي. وانا هبعت جواب لبابا في اسيوط افهمه الموضوع واستأذنه، وبابا عارف عصام وعيلته. خلاص يا بنتي، موافقة. انما قوليلي، انت ما تنكسفيش اما واحد زي عصام عايش في سرايا يجي هنا بيتنا الكحيان ده؟ اتكسف من ايه يا ماما؟ بيتنا من اعظم البيوت، لانه بيت شريف، كل حاجة فيه اشتريناها بالجهد والعرق. والله يا بنتي كلامك عين العقل. احنا النهارده ذاكرنا كتير يا نجوى، نرتاح شويه بقى، نخلص الملزمة اللي فاضلة، ولما يجي عزت وسناء وكريمة نعيد معاهم من الأول. مش ترتاحوا شوية يا نجوى يا بنتي؟ الامتحان قرب يا ماما ومفيش وقت للراحة. طيب اما اقوم بقى اعمل لكم كوبايتين شاي. اتفضلي يا ماما. يا سلام، اهي كوبايه الشاي دي هي اللي هتصحصحنا. خلاص نرتاح شوية يا عصام لحد ماما ما تجيب الشاي، ولو اني يعني جايز الشاي بتاعنا. ماله الشاي بتاعكم؟ الشاي ده في منتهى الحلاوة. انت بتجاملني وخلاص. بقى معقول بيعجبك الشاي اللي بنقدمه في كوبايات من غير اطباق؟ وبعدين معاك يا نجوى. على فكرة انت مرتاح في القعدة دي والمذاكرة على الترابيزة الخشب دي اللي زي نجوى، بيتكم البسيط ده عندي احسن من القصر، حاسس فيه بمنتهى الراحة والسعادة. واللمبة الصغيرة دي مش بتتعب عينيك وانت واخد على النجف الكريستال؟ ومن غير اللمبة الصغيرة دي بحس بالنور. وفي السرايا بتاعت بابا بحس بظلام شديد حتى لما يولعوا كل النجف. يا سلام، خلاص كل اللي يهمني راحتك. انا عمري ما قدرت اذاكر في بيتنا ربع المذاكرة اللي بذاكرها معاكي في بيتكم اللي كله امل ونور وحيوية. تعرفي بيتنا شكله ايه دلوقتي؟ ضلمة وكله مقفل ومفيش حد غير الشغالين وعم عبده. يا سلام. وبابا وماما زمانهم سهرانين بره البيت في برتيتة شرب او قمار. حياة متعفنة، مش حاسين ان الدنيا اتغيرت خلاص. عملتوا ايه يا ولاد؟ الشاي اهو. ميرسي يا ماما. ألف مبروك يا باشمهندس عصام. يا سلام، ده أنا الدنيا مش سيعاني، ده النهارده أنا أسعد يوم عندي. متشكر يا عم عبده، متشكر قوي. والست نجوى نجحت طبعا؟ طبعا نجحت بتفوق كمان. يبقى لازم بقى أروح أهنيها، ولا أقول لها خليها لبكرة؟ الله، وليه مش النهارده؟ أصل النهارده ملبوخ على الآخر. ليه بقى؟ إيه يعني ما أنتش عارف، بابا وماما عاملين لك حتة دين حفلة كبيرة عشان نجاحك. لا يا عم عبده، مفيش حفلات ولا حاجة. أنا ما أحبش أشوه نجاحي بحفلة سكر وخلاعة. والله عندك حق، بلا مسخرة، لكن برضه مش تفهمهم كده؟ والله أنا فهمتهم وبرضه هيعملوا الحفلة؟ طبعا حياتهم كده، بيدوروا على أي مناسبة يعملوا فيها حفلة. عصام. نعم يا بابا. برضه مخك ناشف ومش ناوي تحضر حفلة نجاحك؟ والله أنا ما أحبش الحفلات اللي بتعملوها دي، جوها بيخنقني. وجو بيت نجوى بنت الكهربائي كان عاجبك؟ ولسه عاجبني جدا، هواه نقي. بيت نجوى البسيط خلاني عرفت أذاكر وأنجح. ما علينا، المهم بيت نجوى ده مش عايزك تعتبه بعد كده. ليه بقى؟ ما تجادلنيش. انتوا بتجادلوا في ايه يا رفعت؟ بنصحه يا ستي عشان يحضر الحفله. لا، علشان ما يروحش تاني بيت اللي اسمها نجوى دي. حق، كفايه فضيحه مذاكرته هناك. ده كان شرف يا ماما. ايه الكلام ده يا عصام؟ انت ناسي نفسك، ناسي مستواك، ناسي عيلتك. الكلام ده كان زمان. ثم نجوى مهندسة زيي تمام، ويمكن أحسن مني شوية. وأبوها حتة العامل أشرف من المتعطل. على الأقل بيكسب رزقه بعرق جبينه وبيخدم بلده بعمله. ايه الكلام ده يا ولد؟ عاجبك كده؟ تحب أقول لكم حاجة جديدة؟ أنا مش قاعد هنا، هسافر، هشتغل مع الأبطال في السد العالي. إيه؟ أنت تروح أسوان؟ أيوه، أرض العرق والكفاح الشريف والمستقبل. ونجوى رخرة هتروح معايا هناك. وإحنا مالنا بيها؟ هي بنت ناس فقراء ومحتاجة للسفر غصب عنها عشان تقدر تعيش، إنما أنت زيها تمام، محتاج للشغل، للعرق، للقرش الحلال. جرى إيه يا عصام؟ إحنا محتاجين لفلوس يا ابني. أنا محتاج لفلوسي بعرقي. أموالكم الموروثة دي أرفضها. دوري هناك. تسلم يا أستاذ عصام يا بطل. أنت بتقول إيه يا راجل أنت؟ عبده اخرج من هنا. لازم أقوم بدوري هناك عشان أخدم بلدي، أبني مع اللي بيبنوا. أهو كده. ولد يا عبده، برا. حاضر، هخرج، لكن مش هقعد هنا. كفاية لحد كده، أنا كمان دوري هناك،
واستعدت له. بتتكلم جد يا عم عبده؟ طبعا يا باشمهندس، هاجي معاك، دي اسوان بلدي اللي اتولدت فيها. وقبل ما تسافر معايا يا عم عبده هتحضر كتب كتابي. كتب كتابك؟ انت هتتجوز؟ ايوه، هتجوز المهندسه نجوى. يا دي المصيبه، انت مجنون مجنون. ده منتهى العقل. الف مبروك يا ابني، الف مبروك. بابا الكلام ليك انت وماما. حياتكم اللي مليانه نفاق وعبث انا بريء منها، والمجتمع الجديد كله بريء منها. السرايا دي بيت قديم ونهار ضروري هيتهد وتتبني بداله بيوت جديده سليمه. ضروري ضروري ضروري. مالك يا عظيم؟ ولا حاجه يا رفعت، انا مش طايقه اعيش هنا. السرايا الكبيره دي حاسه انها سجن كبير. انت زعلانه علشان عصام ابننا الوحيد سابنا وسافر على اسوان؟ انا كمان زعلان زيك وحاسس كده هتخنق. عصام كان عنده حق يا رفعت، احنا حياتنا كانت كلها غلط فعلا. اسمع، احسن حاجه نسافر زي ما قلت لك. ما عنديش مانع. من بكره نروح الريف، يمكن نقدر هناك نبتدي حياه جديده. وعصام هبعت له جواب افهمه ان احنا عرفنا غلطنا ورايحين الريف، ونهنيه كمان بعمله هناك وبجوازه من نجوى. ها؟ وبعد شهر وانا في اسوان مع نجوى مراتي وزميلتي، جاني جواب من بابا وماما باركوا بجوازنا وهنونا بحياتنا وبعملنا في السد العظيم، وقالوا فيه انهم سابوا القصر وراحوا الريف عشان يبتدوا حياة جديدة. وبعد شهرين بعتوا جواب تاني قالوا فيه إنهم عرفوا قيمة العمل والعرق من حياة الفلاحين. وقلت لعصام بعد ما قريت الجواب نبعت نخليهم يجوا هنا علشان يتعلموا أكتر من خلية النحل اللي بتشتغل ليل ونهار في السد العالي. ها، موافق يا عصام؟ موافق طبعا يا نجوى، يمكن يتغيروا خالص ويحسوا بالمجتمع الجديد، وكمان عشان يعرفوا اني هبقى والد. يا حبيبي يا عصام. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع، أعدها للبرنامج أحمد حسنين عن رسالة المستمع ألف يه بالسيدة زينب. إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات بالإذاعة، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 5 جنيهات. من الحياة. من الحياة برنامج يقدمه ويخرجه لكم يوسف حجازي.